طيب احنا دلوقتي خلاص بدأنا المشروع بتاعنا، ازاي بقى نقدر نسعر المنتجات او الخدمات بتاعتنا بشكل مناسب للسوق؟ طيب، الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا، وبتقابل ناس كتيرة جدا بالذات في مجال العمل الحر أو الشركات الصغيرة يعني دايما هتلاقي المشكلة دي موجودة عند المكاتب أو الشركات الصغيرة، وبالذات الناس اللي شغالة بالشكل الجديد اللي هو نظام العمل الحر، ويكون فريق عمل عن بعد ويشتغل عليه الكلام ده. النقطة هنا بتكون في إيه؟ أنت دلوقتي عندك منتج، أول حاجة بتعملها هو إن أنت لازم تحسب تكلفته بالوحدة بأقل التفاصيل. يعني لو أنت بتقدم خدمة مثلا، الخدمة دي لازم تكون حاسب كويس جدا أنا بدفع إيه، أنا بصرف فين، إيه اللي أنا هحتاجه، وبناء عليه هتحدد القيمة الفعلية للمنتج اللي هي الكوست اوف جودز، اللي هي التكلفة الحقيقية للمنتج أو التكلفة الحقيقية للخدمة. طيب، حسبت دي، ابدأ احسب عليها هامش ربح. هامش الربح ده هنا يكون مساوي للسوق اللي انت شغال فيه. واهم حاجة لو انت بتسعر لازم تحسب نقطة مهمة. لو انت حاجة بتشتغلها بإيدك، مش معتمد فيها على حد تاني كفني او عامل او ايا كان اللي هيشتغل، لازم تحط تحط مبلغ للقيمة العمل ده نفسه، اللي هي زي ما بيسموه كده بالبلدي مصنعية او شغل ايد. ليه؟ لان ده هيساعدك انك انت تحسب التكلفة بالشكل الصح. يعني ما تقولش انا حاجة عملتها فمش هاخد عليها مقابل، او ما انا هاخد الاجمالي بتاعي ويبقى في جيبي وخلاص. في حاجة اسمها انك انت لازم تتعامل مع نفسك جوه الشركة او جوه مكتبك انك انت راجل موظف، مش بس ان انا صاحب وبدير وبقول امر وانهي وانفذ واعملوا وما تعملوش. الموضوع ده لازم اركز قوي على النقطة دي، لازم احسبها بالشكل الكويس، ولازم تكون قيمة او اجر العامل اللي هو الجزئية اللي انت هتخصصها لنفسك او للغير تكون منطقية على مدار الشهر مش على مدار المشروع. وبالتالي انت هنا هتقدر تحسب تكلفة المنتج بتاعك او الخدمة بتاعتك، وهتقدر ساعتها تحط هامش الربح المنطقي اللي هو يساوي السعر المنطقي اللي موجود في السوق، سواء بزيادة او بأقل. طيب، لو انت بصيت السوق ولقيت ان هما بيبيعوا باسعار بالنسبة لك شايف ان هي مبالغ فيها واقل من التكلفة بتاعتك، يعني انت تكلفتك اقل منهم، المنطقي هنا في الحتة دي انك انت تتحرك بشكل كويس، تظبط الحسبة بتاعتك بشكل كويس، لان الناس دي مش بتسعر بشكل عشوائي. بالذات الكبار اللي موجودين في السوق مش بيسعروا بشكل عشوائي، هما بيسعروا وفقا للسعر العام للسوق. فانت هنا عشان تحسب على سعر العام للسوق لازم تكون حاسبها صح زي ما بيقولوا، لان انت لو قللت عنهم بزيادة قوي هتضرهم، ولو زودت عنهم هتبقى انت بتضر نفسك. فالاحسن انك انت تستخدم سياسة تسويقية منطقية في التسعير، وبالتالي هتقدر انك انت تبيع منتجك وتسوقه بالشكل الكويس.